عارف يا اخي البنات، ها البنات يبصوا يا اخي على المطربين وبصوا على الممثلين، ها وسايبين الوسامه دي لمين؟ طب حلاقه وحلقنا، ها حتى المسك بطعم الرمان جبناه، نعمل ليه تاني؟ ها نعمل سيليكون عشان يعجبهن. والله ما عارفين نعمل ايه في الدنيا دي. يا عماد كويس؟ ها والله ما حد يتصاحب غيرك في الزمن ده، ها والله ما صاحبك غير انت ولا اشكيلك غير همومي. لانك انت هتطلع احسن من بني ادمين كتير. برغم ان الناس بتركب فوق ظهرك، ها ويجيبوا سيرة البلد كلها، لا عمرك افشيت سرهم ولا عمرك رحت فتنت عليهم ولا عمرك عملت حاجه معاهم. ها مش عاجبك الكلام، عارفه. وحمال اسير بتتضرب وبتتهان، وعمرك ما قلت لحد لا ما وصلكاش المشوار ده، برغم انه في ناس بتاكل معانا وتشرب معانا وتنام معانا على سرير واحد، ولما ربنا يكرمه ويجيب عربيه يشوفك على الشارع ما يرضاش يركبك. فانت احسن من ناس كثير. اجيب لك برسيم؟ يلا لازم تاخد لك دش النهارده كده. انا مش هقعد، مش هشكي همومي غير لك انت بس. يلا كده هجيب لك بطانيه من البرد. هجيب لك بطانيه من البرد. يلا عشان لما قلنا سبناها البلد يا مدلدلين الناس زعلت منينا وقالوا الضوء الجنة. سبناها البلد يا عنوق برضه الناس زعلت منينا. طب دي هوايل يا اخي. طب الراجل الشيخ الشعراوي يا اخي متوفي من 25 سنة. مالك انت يا ابو حمالات؟ مالك يا ابو حمالات؟ قاعد لي يا اخوي زي الكرنبه المعفنه، قاعد كده ولابس لك حمالات وشغال. ايه يا اخي الهوايل اللي بتحصل في البلد؟ خبريت انت بتكلم نفسك يا واد؟ انت عايش في الدنيا؟ هي في يا واد حصل يا هي في ايه اللي حصل يا راجل؟ ما كل يوم في مواتم داقه احنا، ما كل يوم في مواتم داقه وحرقه ودمنا يا اخي، ما كفايه الغلب اللي احنا فيه. هي يا واد تقول لي بس هي في خير يا واد؟ ايه اللي حصل يا؟ عارف ابو حمالات؟ مين ده؟ المذيع الباقي ابو حمالات ده، انا مش عايز اقول اسمه عشان خساره والله هقول اسمه. ايوه عارفه يا ولدي. ماله ده؟ ابو نخفه. ايوه ابو نخفه ده. ده ايوه لي 3 4 ايام طلع لي على قناه زي وشه وشغال معهوش غير اياه الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي يا اخي، وبيتطاول على الشيخ الشعراوي. طب انت واحد ده ميت من 98، من سنه 1998 يعني عليه 25 سنه، شغال تتطاول عليه ليه كل دقيقه؟ ايوه يا ولد سمعت بالكلام ده وحرق دمي والله. مش دي وسخه وقله ادب؟ لا دي قله ادب يا ضوي خالص. ومن امن العقاب يا عم عبد الناصر، قلناها 100 مره اساء الادب يا عم عبد الناصر. طب يا ابو حمالات انت والله ما تقدر تتطاول على مرتك في البيت، لا تشرشح لك. ايوه حقه. هو ده عنديه مروه ولا عنديه مرجله اصلا؟ ثاني حاجه يا عم عبد الناصر، يقدر النهارده يروح يتطاول على رئيس نادي عشان يشرشحوا في المحاكم؟ يقدر يتطاول على لعيب يا عم؟ يقدر يتطاول على رقاصه؟ كذب. ما يقدر. تاخذه بالمنتفلي؟ والله العظيم ده تروح وسط ما تخلي له كتير ولا قليل، تخلي كرامته هو دلوقتي بيتطاول على الراجل ده لانه الراجل ده انتقل الى رحمه الله يا اخي، وده راجل لو مؤاخذ من افضل الناس اللي فسرت القران. يعني هات لي حاجه وحشه عملها الشيخ الشعراوي كده. عليه رحمه الله. عليه رحمه الله. الشيخ الشعراوي ده علامه وعلم، يعني فنانين تابت على يده وناس خدت علم منه. ايوه. وراجل لو مؤاخذه ما عملش حاجه. يعني طب ما انت تروح يا اخي للناس يا اخي اللي بتسرق. ايوه والله حق. روح يا اخي للناس الفاسده، اتكلم على الفساد، اتكلم على اي حاجه ثانيه يا اخي. ليه يا اخي كده يا اخي؟ نتطاول على رموزنا يا اخي. طب ليه ما تكلمتش عليها هو وحي؟ راجل ليه هو عارف اصلا عيال الشيخ مؤدبين
وناس اهل علم واهل دين مش هيطلعوا يردوا عليه باسلوبه. ديل مربيين على التقوى يا ولدي يا ضوي، ما يردوش على السفيه اللي زي ده. فانا يا عم عبد الناصر، بص يا عم عبد الناصر، ايوه طالما ديتي ما فيش عقاب، ايه العقاب؟ محبين الشيخ، يعني انت بتحب الشيخ، انا الناس اللي بتحب الشيخ ايوه يعملوا يلغوا تردد القناه اللي بيظهر عليها الشخص ده، ما فيهاش حل غير كده يا عم عبد الناصر. ده لازم كله يطالب بمقاطعه القناه دي، ويعملوا لها بلاغات على الصفحه على الفيسبوك يا عم عبد الناصر، عندهم 3 مليون يقفلوها لهم. ايوه ده لازم كده. انا ما اعرفش يا عم عبد الناصر في النت ولا في الحاجات دي، بس عيل قال لي الموضوع ده. لا يا ولدي ده الموضوع ديتي فعلا الناس كلها سامعه بيه وزعلانه. ايه ده يا ابوي ده؟ يا الله الشيخ الشعراوي خدنا لنا سنه في مش عارف 20 سابت مين، وخدنا لنا 3 سنتين دلوقتي في بتاع الكشري. ايوه حقه ودلوقتي دخل ديتي برضه، الحق يا ابوي الحق، مش عارف الشيخ الشعراوي عمل. طب ده راجل متوفي انتقل الى رحمه الله يا اخي، ده عند ربنا يا اخي، عند ربنا الله يرحمه ويسامحه ويجعل مسواه الجنه. ده النهارده انت معاك ملايين يا ابو حمالات، لو ما خذ، لو واحد غلبان النهارده قابلك قال لك اديني 5 جنيه اكل، والله ما هتطلع حاله. النهارده عيال الشيخ في السيده نفيسه في الاستراحه لو ما خذ بياكلوا لا يقل عن 3000 واحد كل يوم. الله يبارك لهم، صحاتهم مفتوحه. والنهارده الراجل ده لو الراجل الشيخ الشعراوي النهارده ربنا كارم اولاده بالخير، والله الغلابه ما تاكل عندهم اللحمه. وكنت يا عم عبد الناصر رحت ازور السيده نفيسه يا عم عبد الناصر وجعان معيش فلوس. واحد قال لي روح كل في استراحه الشيخ. ايوه صح اكلوني لحمه وقعدوني وبيتوني يا عم عبد الناصر وصليت هناك. يعني شوف حتى هو لو لما راجل اهل علم وربنا يعني بيحبه يفضل الخير وراه يا اخي. ايوه حق الغلابه تاكل وراه. طب انت يا ابو حمالات دفعت 10 جنيه من الملايين اللي بتاخدها من الاعلام، دفعت 10 جنيه لجامع غايب عليه، دفعت 10 جنيه لغلبان، دفعت 10 جنيه للبلد دي. لا ابدا يا ولد. قاعد لي يطرخ لي كده عامل زي برميل المخلل وشغال فلان قال فلان عاد فلان قال فلان عاد. ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ سيبوا الناس في حالها. ليه يا اخي؟ ده لازم بس يا ولد يا ضوي يتوضع له حل الراجل ده يا عم. الحل مفيش عقاب ولا ضبط. أيوة. القناه معروفه، القناه اللي بيظهر عليها ايوه يتمسح ترددها يا عم عبد الناصر عشان يخسروا. أيوة. وما يطلعوش واحد زي كده. ايوه حقه صح، ولا كلامي غلط والله ابدا يا ولدي. ده بالذات اتجاه العلماء البلد محتاجه. النهارده انت مشتري يعني يا اخوي، مشتري لك بس على قناه فضائيه. اي والله، وقناه فيها اعدادات ومصورين وفيها طين عليك وعلى راس ابوك عشان تطلع على واحد، تتطاول على واحد من اهل العلم متوفي من 1998 تقول ده تطرف ومش تطرف. طب يا سيدي خلاص يعني وقفت على الشيخ. طب ما روح يا اخي اتكلم على البلد، شوف قول ازاي نطلع بالبلد، ازاي نطور البلد، ازاي السلبيات، ازاي نعمل كذا، ازاي يا اخي نطور السياحه، ازاي نطور كذا عشان ننهض بالبلد. لكن الاعلام معهوش غير 20 بتاع الكشري. الشيخ الشعراوي قال الراجل ولا كلامي غلط؟ لا والله كلامك لا 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 لا, لا يا عم عبد الناصر. لا والله ولا بقيت حكاوي يا عم عبد الناصر ما فيهاش فايده. طب انت تكلموا يا اخي، اتكلموا ازاي ننهض بالبلد. يا اخي اطلعوا في برنامج انت يا ابو حمالات قول للشباب اشتغل واجتهد والشغل مش عيب مثلا في بلدك. اي والله خلي غيرك يستفاد حتى. معليش ولدي ما تنهدش نفسك، انت عندك الضغط بدل ما تغور. معكش 20 جنيه؟ ليك ايه؟ اجيب لي حتى نص كيلو كركديه. لا حاضر يا ولد. هات 20 جنيه. لا والله بعد حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا ولد روح يا ولد يا ضو يلا توكل على الله. خذ هنا هالفكايات اللي في جيبي. روح الله ينتقم عنك. 15 جنيه عمرك ما تكمل جميلك. معليش يا ولد يا ضو روح. يا عم عبد الناصر روح اعمل له الغاء للقناه دي يا عم عبد الناصر. لا اول واحد لازم اعمل لها الغاء. والله العظيم اقسم بالله محبين الشيخ لازم يا اخي. ليه احنا يا عمي احنا مالنا؟ ما ربنا اللي بيحاسب يا اخي. ده راجل ملا الدنيا كلها علم. كانت السعوديه السعوديه يعني من اكبر الدول الاسلاميه يا اخي اللي فيها الحرم. كانوا بيقابلوا الشيخ بكل ود وكل احترام، وكانت الناس كلها. ليه يا اخي نسيء لرموزنا يا اخي؟ ليه نسيء لرموزنا؟ ده الشيخ عليه رحمه الله شرف للاسلام كله والمسلمين. والله حاجه يعني والله حاجه تقطع القلب يا عم عبد الله. معليش يا ولد نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الناس دول. فابو حمالات. اياه فابو حمالات الواطي ده. يلا روح توكل على الله يا ولدي بدل ما الضغط يعلى معاك.